أنا جمعت 500 درهم، أشنو غادي دير ليا؟ وأنا جمعت 1000 درهم ولا وفّرت 1000 درهم، أشنو غادي ندير بها؟ أنا الأهداف ديالي كبار، كتر من 500، كتر من 1000 درهم. هاد الهضرة هي اللي كنسمع من كل أخت كنقول لها وفّي واقتصدي من الميزانية ديالك، هاكا باش كتجاوبني. مرحبا بكم أخواتي في القناة، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بالياقوتات ديالي، مرحبا وألف مرحبا بالأخوات الجدد اللي انضموا للقناة. كنطلب من كل أخت فضلا منك انت كتشاهدي الفيديو الا كنتي مازال ما مشتركاش في القناه فضغطي على زر الاشتراك وفعلي الجرس باش توصلي بجديد القناه. الفيديو ديال اليوم هو علاش غادي نوفر وشحال غادي نوفر واشنو غادي ندير بداك التوفير اللي كنوفر. واش مبلغ قليل ممكن يدير لي هدف كبير، او لا غير كنحرم راسي وكنضيع الشباب ديالي وكنضيع وليداتي وانا كندخر واحد المبلغ اللي هو هزيل ما عندي ما ندير فيه. هذا الفيديو ديال اليوم جيت باش نجاوب الاخوات اللي كيقلوا من قيمه الاشياء، اللي كيقلوا من قيمه الدرهم. تقول لك انا 500 درهم او 200 درهم اشنو بغات دير ليا، اشنو ممكن توفر ليا؟ غتشري ليا طوموبيل، غتشري ليا دار، شنو ممكن تشري ليا ب 500 درهم ولا 1000 درهم؟ وهنا حرمت راسي من بزاف ديال الحوايج اولا من بزاف الكماليات نعت راسي بهم. السؤال اللي غنسولك حبيبتي، شحال من عام وانت مزوجه، شحال من عام وانت شاده الميزانيه؟ الا قلت لك وفري غير 500 درهم في الشهر من الميزانيه غتعطيك 6000 درهم في العام. نقولوا نحيدوا واحد شهرين ما وفرتيهاش، كان عندك سفر، كانت عندك عراضه، كانت عندك هذا، ما وفرتيش شهرين، وفرتي غير 10 اشهر في الصيف، يعني 5000 درهم في العام. كاين بعض الاخوات اللي مزوجين هذه 20 سنه، 20 سنه الا وفرتي 500 درهم في الشهر راه تجمعات لك دابا 10 ديال المليون. فين هي؟ واش عندك دابا 10 المليون؟ عندك في ذهب؟ عندك في فلوس؟ واش كاينه؟ يعني ما نستخسروش المبلغ ولو يكون هزيل. انت موظفه اجيره عندك، كنقول لك وفري ولو 1000 درهم. علاش كتخرجي يا حبيبتي تخدمي وانت ما كنتيش قادره توفري 1000 درهم لنفسك؟ 1000 درهم توفريها لنفسك، حسبيها ما كايناش، نقصيها من الصالير ديالك. 1000 درهم شحال من عام وانت خدامه؟ 5 سنين، يعني 5 المليون ديالك على الاقل. كنقول لك ما توفريش شهرين في العام، شهرين في العام ما توفريهمش، وفري غير 10 اشهر. الا وفرتي 1000 درهم 5 المليون، 5 سنين عندك 5 المليون. شحال من عام وانت خدامه؟ 15 عام، فين هي 15 مليون ديالك؟ انا لما نقول لك ما تشري ذهب، ما تشري دار، ما تشري شي حاجه، خليهم غير فلوسهم. واش قدرتي توفريها؟ ما قدرتيش. كاين الاخوات اللي نجحوا في التوفير، علاش؟ حيت ما استهنوش بداك المبلغ القليل، قالوا ماشي مشكل ولو مبلغ قليل، ولكن انه دائم. اليوم حبيباتي غنعطيكم نصائح اللي يخليكم انكم تستمروا في التوفير. انا عارفه كيكون في الاول غير واحد الحماس، كما كيتسمى حماس البدايات، واحد الاعجاب في الاول، عجبك واحد التحدي، عجبك واحد التوفير، واحد شويه كتملي كتحبطي، تقولي هاد 200 درهم 300 درهم في الشهر اشنو غادي ندير بها؟ شنو ممكن ندير بها كاع؟ هذا الفيديو فهو تحفيز لك على الاستمرار، ماشي تحفيز انك تبداي. الحمد لله بزاف الاخوات بداو معايا من شحال هذه وبادين قبل ما يكتشفوا القناه ديالي، ولكن دابا انا بغيت نعطيك واحد الشحنه للاستمرار، بغيت نعطيك خطط، نعطيك نصائح على انك تستمر مهما كان الهدف ديالك. حنا الان ما كنناقشوش الهدف، كل اخت وشنو كيفرز ليها هرمون السعاده في الذات ديالها. كاين اللي هي لو فراتهم فلوس كتفرح، كاين اللي شراتهم قاش كتفرح، كاين اللي شراتهم ذهب كتفرح. كل اخت شنو الحاجه اللي كتخليها تشعر بالسعاده؟ لا لا، شكون اللي قال لك ما تصرفيهمش على راسك؟ شوفي هي سيري صافري بهم، عندك 3 سنين جمعي فيها 3 المليون سير دير بها عمره، عام جمعي فيه مليون سيري صافري. المغرب تبارك الله زوين وكبير وصافري فين ما بغيت. المهم يكون عندك ما عندكش الاستهلاك، ماشي داكشي اللي شديتي في الشهر كتستهلكيه وكتبداي من الصفر. لا، القاعده الاساسيه هي دائما انك تخلي واحد شي شويه، شيطي من الشهر، شهر يجرك الشهر وانت غادا. فالنصيحه الاولى اللي غادي نبدا مع حبيباتي بها، مع الياقوتات ديالي، هي انكم تفرقوا ما بين الاحتياج والرغبه. واش انا محتاجه هذيك الحاجه قبل ما نشريها، ولا غير بغيت نشريها؟ شحال منا من اخت كيبان ليها واحد الاواني، واحد الطبسيل، واحد الطنجره، واحد البلاطو، واحد ليطاس ديال القهوه زوينين، بغات تشريهم، عندها رغبه في الشراء، ولكن حير نفسك سؤال، انت محتاجاهم؟ واش ما عندكش من غيرهم؟ بطبيعه الحال غيكون الجواب هو لا، ما محتاجاش. الحاجه اللي ما نحتاجوهاش ما ناخذوهاش، الحاجه اللي ما غتنفعناش
ما غاديش ناخدوها. قاعدة 24 ساعة في الشراء، عجبتك واحد الحاجة تسناي 24 ساعة تسيري شريها، هذيك الرغبة كتنطفئ. ملي كتعطي لراسك الوقت أن هذيك 24 ساعة دازت، ما كتبقاش عندك الرغبة في الشراء، ما كتبقيش باغا تشريها ولا كتقلبي عليها ولا كتسولي عليها. هذه هي القاعدة الأولى. سولي راسك سؤال: واش أنا محتاجها ولا غير باغا نشريها؟ إلا كنتي فعلا انت غير باغا تشريها، هذيك نقطة إلى الصفر، ما محتاجاهاش ما تشريهاش. إلا كنتي محتاجاها خلي نفسك يوم كامل شفتيها في العشية حتى الغديه في العشية عاد سيري شوفيها وعاد سيري شريها وشوفي. وبقيت طرحي سؤال على نفسك: واش بصح باقا محتاجة هذيك الحاجة، واش بصح باقا باغا؟ من بعد هذيك الرغبة في الشراء كتمشي. القاعدة الثانية هي ما نبقاش نتهافت على التخفيضات. واحد الحاجة كان دايرة 200 درهم رجعوها 150 درهم، العقل الباطني ديالك كيقول لك هذه همزة، خاصك تاخديها، خاصك تسبقي ليها انت الاول. ولكن شنو غندير بها وانا عندي منها جوج في الدار ثلاثة؟ انا مثلا ما محتاجاهاش. انا مثلا داروا تخفيض في واحد كيف ما قلت لكم اغلبيه ربات البيوت كيحماقوا العمال والفراش وداكشي، ما كتشري حتى حاجه نفسها هي مثلا نقولوا ولا الالعاب للدراري ولا هذا. واحد الحاجه كنديرها 500 درهم رجعوها 300 درهم، نمشي نشريها غير باش نقنع راسي انني درت واحد البونافير، نقنع راسي انني درت واحد الهمزه خطفتها. وكتجي كتبهاي بها على الناس: شوف انا هذه كانت كدير القد وقد، ولكن انا خديتها غير هادشي كامل غير واحد الوهم كتعيشيه. انت ما محتاجاش واحد الحاجه وغير كتبغي تحسي بواحد الرغبه وواحد الفرح انك استغليتي الفرصه. هذه نحيدوها التخفيضات، حنا ما محتاجينهمش، ما عندنا ما نديرو بهم. ثاني حاجه، شديتي الميزانيه او كنتي خدامه شديتي الصالير ديالك، 3 ايام الاولى ما كنصرفش، 3 ايام الاولى ما كنقيس الصالير ديالي، حسبيه لالا ما كاينش. 3 ايام الاولى حسبي راسك ما تخلصتيش. علاش؟ حيت العقل ديالك النهار اللي كتشدي الميزانيه ولا النهار اللي كيدوز لك فيه الصالير، العقل ديالك كيقول لك تبرعي، شنو داك خصك الفلوس بزاف، كتبان لك الميزانيه كبيره. شنو ما بغات تكون الميزانيه ديالك 4000 5000 درهم 2000 درهم 1000 درهم 1500 درهم؟ شنو ما بغات كيبانوا لك الفلوس كثار. علاش كنقول لك ديروا نظام ديال التفرقه ونظام ديال الاضربه وكل حاجه دايرها بوحدها باش الفلوس كيقلالوا، كل حاجه كتولي كتطلعي على ظرف كذا كتلقاي قليل، كتطلعي على ظرف كذا كتلقاي قليل. عكس ملي يكونوا الفلوس مجموعين كتولي عندك واحد الرغبه في انك تخسريهم، انك بغيتي غير تفكي منهم، انك تمشي غير تفرحي راسك كانك كنتي مسجونه. ولكن ملي كيبقى داك الصالير فاز نهار واحد جوج ثلاثه حتى نهار ربعه وخسري، ديك الرغبه كتبقى كتنطفئ حتى ما كتبقاش مرة، ما كيتبقاش عندك ديك الرغبة ديال الجزاء ديال النفس انك نخلص راسي وانني خاصني نجازي راسي وانك نتحارم راسي من هذه وتاخدي ما عرفت شنو. علاش؟ حيت كيكون عندك فلوس بزاف ديك الساعه. لا، تبقي الفواتير الا كنت كدفعي فواتير، تبقي الكريدي الا كان عندك شي كريدي، ومن بعد كتنطفئ بك ديك الرغبه فكتفكري مباشره غير في الحاجيات ديالك. حاجه رابعه هو اختاري يومان من الأسبوع، جوج نهارات من الأسبوع، شنو ما بغاو يكونوا هادوك النهارات، ما يكونوش متابعين. من الأفضل أنك ما تخسريش فيهم حتى درهم، ما تخسريش فيهم حتى درهم. قضي داكشي اللي عندك، كنتي رابطة البيت ميمكنش أنه كل نهار خاصك تخرجي الفلوس، لا. اختاري ديري قاعدة مع نفسك، قولي أنا مثلا 3 والجمعة هادو غادي يدوزو عندي 0 درهم، ما غنخسرش فيهم نهائيا. صافي، ما تخسريش درهم، ما تخرجيش من النظام ديالك، ضروري ما تختاري يومين هادوك يعودوك على انك تقضي بداكشي اللي عندك. تبارك الله كلشي كيتقدى في الاول ديال الشهر، قضي بداكشي اللي عندك. ولا تقولي لي لا غنسخر غير على البيض حيت بغيت البيض، لا. داك النهار الا خديتي قرار مع نفسك انه مثلا من يوم الثلاثاء عندك قاعده 0 درهم، خصك البيض ما طيبيهش، سير طيبي حاجه اخرى. علاش؟ عودي نفسك على انك الا خديتي شي قرار ما كتراجعيش فيه. من بعد يومين، من بعد دري 3 ايام، الفلوس ما تخرجيهمش، عندك داكشي قضي بداكشي اللي في الدار، حيت غير كيتباو كيبداو كيترسبوا. غير تبداي غير كتيري واحد 100 درهم ولا 200 درهم من البنكه اولا كتهزيهم من البطون ديالك، غير كيبداو كيهربوا لك. ثاني حاجه ربات البيوت. ثالث خامس حاجه او خامس قاعده، قبل ما نمشيو نتقداو ندير واحد اللائحه. هذه ديال التقدي اللي خاصها اللائحه كنديروها من مورا كنخدموا البلاكار ديال المونه، ماشي التخمال هو الغسيل ولا هذا، لا. نشوف شنو كاين، بحال كدير واحد الاحصاءات عندي هادي عندي هادي عندي هادي، ممكن نعوض هاد الشهر بهادي. قطعني عندي مثلا
ندير العدس، ندير الحمص، ندير اللوبيا، صافي. مكاين نجيب حتى الفول مثلًا، ها هو هذا غنقسمهم يوم في الأسبوع ندير فيه القطاني مثلًا. عندي المعجنات، كاين علاش غادي نجيب هادي تشوب، هادي فيس، هادي بابيون، هادي يعني بزاف الأنواع، عندي جوج أنواع غنقضي بيهم فقط. عندي هادشي، يعني واحد قائمة المشتريات. وشنو اللي كيتبع قائمة المشتريات؟ هو الجدول ديال الأكل. غديري جدول ديال الأكل لمدة ديال 10 أيام. منين شنو غندير، بعد شنو غندير. شوفوا، نقول لكم أنكم غادي ديروا غير الغدا والعشاء. بالنسبة للناس اللي كيتعشاو الغدا والعشاء ما تفوتوهمش. ما تقولش غنكتب فطور وغنكتب بوتيلا، داكشي ديال الفطور داكشي ديال الكوتي باين. الا نضتي في العشيه صوبتي لاله واحد الرغيفه تقسمينات خلي منهم الفطور الغد اللي صوبتي كي كنخلي من الفطور ديال الغد ليه. طيبتي حريره مثلا ديري قياس يومين. جدول ديال الاكل ملي كنديروه على 10 ايام، ما ديرش ديال الاسبوع، ديري 10 ايام تصوبي غير 3 في الشهر ويكونوا مختلفين. وجبات اللي هما صحيين، وجبات اللي مشبعين. ديري شي حاجه غير باش ديريهم في الاخر تمشي تعاودي عاوتاني الضياف اخر. وجبه اللي هي كامله. قبل ما نتقدى غادي نحتاج مثلا الغدا نهار الاثنين كيكون نهار ديال التخمام، داكشي اللي درت كيكون قلت لنا في الويكاند كنخليهم يرونوا الدار على خاطرهم. نهار الاثنين كيكون عندنا واحد شويه شقه شويه قاصح. اذا اثنين طويجين، غندير لاله واحد طويجين ونصاوب واحد الشليضه، نصاوب عصير ولا ناكل غير فاكهه هكا ما عنديش مشكل. اللي الطاجين شنو غنحتاج له؟ نحتاج مثلا بصله، بطاطا، جلبانه ولا بطاطا بالزيتون ولا شويه خبز ولا هذا. مثلا أنا اثنين غندير طاجين. ثلاث تبعي القطنيه ضروري راها صحيه، ماشي على قضيه الاقتصاد نهائيا. كطيبي لاله القطنيه، كان البرد تصاوبي شلاضه يعني الحاجه اللي كتكون دافيه، العلوق، التوكا، الخضره مشرمله سخونه مثلا بحال الخيزو محمض، بحال الكورجيت مشرمله، يعني داكشي اللي كيكون سخون، شي فلور مشرمل شي حاجه بحال هكا. كان الصيف كتصاوبي شلاضه، بصله، خيار، مطيشه، شويه ديال الفجل، شويه ديال هذا، شويه ديال الزيتون كحل، شويه ديال الكورنيشون. المهم كتقادي شلاضه بارده. سير مثلا هادشي اللي تنقول لك. نهار ال- نهار ديال الثلاث. نهار الاربع مثلا ضروري ما غتستعمليش الفران، استعملنا الطاجين طيبنا في الكوكوط القطاني. نهار الاربع نطيبو في الفران، وطيبه واحد شويه ديال الحوت مع شويه ديال الخضره ما الى ذلك. ان شاء الله دابا ننزل لكم اسبوع جدول الاكل 10 ايام او 15 يوم فيه وجبات متنوعه وصحيه واقتصاديه. يعني هذه القاعده الخامسه. ملي كنحط انا واحد الجدول، ورقه وستيلو هادو ما يخطاوكش من الكوزينه، حطيهم فوق الثلاجه واحد الجدول. الوغ هنايا عندي مثلا هاد الوجبه وهاد الوجبه وهاد الوجبه وهاد الوجبه 10 ايام. شحال غتقدم ديال البصله فاط 10 ايام 2 كيلو قيد. شحال ديال تقدم ديال البطاطا 4 كيلو قيد. شحال يقدم ديال الخيزو غنديرو هذا وكسكسو كذا 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 كيلو ونص. شحال تقدم ديال المطيشه كذا. تشهي طاجين بالبسباس شحال غنديرو من مره في الاسبوع. مره واحده في الاسبوع غنمشيو وغنهز واحد البسباسه كبيره ولا جوج صغار ونقول معبروهم ليا. ايوا انت غطيبي البسباس مره في 10 ايام ماشي تجيبي لي 2 كيلو، هو غادي غير يخسر فقط. الجلبانه خلاص كتنقى كدير في المجمد ما غاديش نحتاجوها، يعني ما غنحتاجوهاش. أجي الحوت غادي ناخدو بالأربع صافي. نتقد أنايا نهار الأربع. الحوت ما خاصوش يقدر، ما خاصوش. تشهيتي ديري الحوت بحدا الحوت تشهيتي ديري بثلاث. هذاك الجدول ديال التقديه ديال الخضره تقديها بثلاث. كنتي كتقداي من سوق أسبوعي طيبي الحوت النهار ديال داك السوق الأسبوعي. وكديري الحوت كيمشي معاه. غيمشي معاه مثلا الحامض، غيمشي معاه هذا. ناخدو ليه مثلا الخس وشلاضه وداكشي حتى الخس ما كيصبرش لنا بزاف غير واحد 3 ايام. الحوت مثلا غندير معاه شويه ديال الفلفله. اجي الفلفله غندير انا غير مع الحوت غندير في البيتزا. علاش غنجيب لنا واحد 2 كيلو في الماكله؟ علاش؟ وغنولي مضطر اني نطيبها انا ما نحتاجهاش. خصوصا ان الخضره دابا ما بقاتش رخيصه. يعني ديري غير قياس اللي كتستهلك. ملي كتمشي بهذا المبدا الصالير ما تبقى فيه تدوز 3 ايام من 40 يوم. اسبوع ضروري ما تصرفيش واحد اليوم يقضي بداكشي اللي عندك. صوبتي واحد الجدول ديال التقضيه، صوبتي واحد الجدول ديال الاكل. ما بقيتيش كتشري على وديت لي سولد غير يبانوا لك فيه التخفيض مشيتي شريتي. ما بقيتيش ضروري غير الحاجه اللي بانت لك انت غير باغا تشريها ما حاجه كتشريها. كوني اكيده حبيبتي، كوني اكيده الياقوته ديالي انك ضروري ما غادي توفري من الميزانيه ديالك ولو 200 درهم ولو 300 درهم. كيف ما بغات تكون هذه الميزانيه. شوفي غتلاحظي في راسك ان الثلاجه ديالك ولات منظمه، ان الخضره مابقاتش كتلاح، ان الماكله مابقاتش كتلاح، كلشي عندك بالقياس حيت ما كتجيبي غير داكشي اللي كتحتاجي. كنتمنى ان النصائح ديال اليوم ديروا بها وتشوفوا ان شاء الله النتائج ديالكم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم والافكار ديال اليوم يكونوا نالوا
إعجابكم، ما تبخلوش عليا حبيباتي في الاشتراك في القناة، كنشوف تبارك الله بزاف ديال المشاهدات عندي في القناة، والمشتركين كذا مرحبا وألف مرحبا بكم في قناتكم، ضغطوا على زر إعجاب، ما تنساونيش من التعليق ديالكم اللي كنحماق عليهم، ما تنساونيش من الآراء ديالكم، كنحماق عليكم كاملين نتوما والآراء ديالكم، ضغطوا على زر الإعجاب وفعلوا الجرس باش تكونوا نتوما الأوائل اللي كتشوفوا الفيديوهات ديالي. إلى الملتقى بإذن الله.